بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمين العجائبي. النهاردة هنتكلم عن معجزة جميلة جدا من معجزات أبونا القمص فلتاؤس السورياني. بس قبل ما نتعرف على معجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمين العجائبي. تعالوا بينا نتعرف على معجزتنا النهاردة بتقول ايه. معجزتنا النهاردة بيحكيها واحد من القاهرة، بيقول ان هو اشتغل في احد الاماكن في مدينة الغردقة، بيشتغل هناك يعني، وبالتالي هو اتغرب عن اسرته لوحده. وفي الوقت ده بسبب كده كان بيشعر بالقلق عليهم جدا، لقوا ان هو سابهم لوحدهم والمسافة بعيدة جدا بينه وبينهم، وكان متحير جدا بين امرين: ان هو يستنى في الشغل اللي هو فيه في الغردقة ده، ولا يرجع يشتغل في القاهرة جنب اولاده واسرته. وفي ليلة من ليالي في غربته دي بص لصورة ابونا القمص المتنيح فلتاؤس السورياني، وقعد يتكلم معاه كأنه قاعد قدامه، وكان بيعاتبه بمحبة. فقال له: يا ابونا فلتاؤس، مش لو كنت موجود معانا دلوقتي ما كنتش هبقى في الحيرة اللي انا كنت فيها دي، وكنت هستشيرك في موضوع مكان العمل، اشتغل هنا ولا في القاهرة، وكنت قدسك هتعرفني ايه الاصلح ليا ولأسرتي. لكن انت بيقول لابونا فلتاؤس: انا عندي ايمان انك دلوقتي سامعني، وبطلب منك وارجوك انك ترشدني وتريحني. افضل هنا في عملي في الغردقة ولا ارجع للشغل بتاعي في القاهرة؟ بيقول ده الكلام اللي انا فاكره من كلامي مع ابونا فلتاؤس السورياني. بيقول لانه كان متأثر جدا، وكان بيكلمه في كل امور بتاعته وكل امور حياته، وكان بيطلب صلواته وهو بيعيط بالدموع. بيقول الليلة دي فضل ساهر طول الليل، سهران طول الليل يعني، وما قدرش ان هو ينام. وفي حوالي الساعة 3 الفجر هو حس أو سمع صوت أبونا فلتاؤس السورياني واضح جدا من الصورة اللي محطوطة قدامه، وهو بيقول له بصوته المميز: قوم يا أخويا روح. بيقول أنا اترعبت جدا من المفاجأة اللي حصلت، لأن أنا كنت صاحي وواعي وسامع صوته بكل وضوح. فرحت جدا. هو بيقول إنه فرح جدا بسرعة استجابته، واتأكدت ان هو حاسس بيا وبيسندني في صلواته. بيقول بالفعل سمعت كلامه وما استنيتش لغاية الصبح، لأ. بيقول قام حالا ووضب الشنط بتاعة السفر بتاعته وكل حاجاته، وساب المكان ورجع لبيته في القاهرة. وأول ما وصل لقى انه كان من الضروري انه لازم يرجع لأسرته، لان كان في شوية مشاكل في أسرته كانت محتاجة ان هو لازم يكون موجود معاهم. وشكر ربنا ان كل المشاكل دي اتحلت ببركة ربنا وصلوات ابونا القمص فلتاؤس، وخلى حياته مستقرة وعاش في هدوء، وكان فضل في شغله في القاهرة جنب أسرته وجنب أولاده. بيكمل ويقول ان هو كان متعود انه يزور دير السيدة العذراء السوريان من سنوات طويلة، ويقضي فيها فترات خلوة هناك، وكمان يقضي اسبوع الالام في الدير. وكان بيسيب الدير صباح سبت النور بعد القداس بتاع الصبح. وبيقول في الوقت ده كان يعرف ابونا القمص فلتاؤس السورياني، وكانت علاقته بيه كويسة جدا، وكان بيزوره كتير جدا ياخد بركته، وكان ابونا بيباركه يعني ويديله زيت للبركة على طول كل ما يروح له هناك. وفي اسبوع الالام سنة 2010 بيقول اتأثر جدا عشان ابونا فلتاؤس ما كانش موجود وسطهم، لان هو اتنيح 17 مارس في السنة دي يعني. وبيقول قضى هو وولاد اخته اسبوع الالام في الدير زي ما هم متعودين يعني. ولما خلاص قربوا ان هم هيسيبوا الدير ويمشوا، وهم ماشيين كان رايح للعربية بتاعته، لقى التليفون بتاعه وقع منه واتخبط بشدة جدا في السلالم الرخامية، لدرجة ان البطارية خرجت من مكانها، والتليفون كله بقى كل حتة فيه في حتة، ويعني بقى كل مكان فيه على السلالم يعني ملا الدنيا، اجزاء التليفون كلها اتفتتت وطلعت من بعضها. فقعد هو وولاد اخته يجمعوا التليفون،
وحاولوا محاولات كتير جدا ان هم يصلحوا التليفون وان هو يشتغل تاني، لكن يعني الموضوع كان فاشل جدا وهو التليفون ما اشتغلش خالص. فبيقول حزن جدا لان التليفون ده كان هدية ليه من حد من اصدقائه الاعزاء عليه جدا. وساب الدير ورجع للبيت بتاعه، وفي وقت الظهر بيقول وهو في البيت، يعني بعد ما عدى على الموقف ده حوالي 6 ساعات، بعدها طلب من زوجته ان هي تجيب له ازازة زيت من زيت ابونا القديس ابونا فلتاؤس اللي كان بيديهوله بركة يعني. طلبوا منها علشان يحط نقطة على التليفون علشان التليفون يرجع تاني يشتغل. فزوجته قالت له كلمة صعبة شوية كده، لكن قالتها له بالنص: بلاش دروشة، ولا عشان انت راجع النهاردة من الدير فانت متأثر جدا. بيقول هو ما انتبهش للكلام بتاعها وما اخدش بيه يعني، لكن هو كان عنده ايمان قوي جدا ان قوة ربنا بتشتغل في كل شيء، خصوصا لما نتشفع بحد من ولاد ربنا القديسين دول. بيقول ان هو بص لصورة ابونا القمص فلتاؤس المتعلقة قدام مكتبه، وقعد يصلي له كتير جدا ويقول له: يا ابونا فلتاؤس ما تكسفنيش، انا واثق ان ببركتك وصلواتك التليفون بتاعي هيرجع سليم تاني. وبالفعل اخد الزيت اللي كان عنده بتاع ابونا فلتاؤس وحط نقطة على التليفون، وقعد يصلي تاني يطلب شفاعات وصلوات ابونا القديس ابونا فلتاؤس السورياني. وقعد يقول لربنا ان هو انا عارف ان بصلوات ابونا فلتاؤس وعشان خاطره هتخلي التليفون بتاعي يرجع زي ما كان. وقعد يصلي كتير جدا واخد وقت طويل في الصلاة، وبعد كده قرر ان هو هيحاول يفتح التليفون. هو لما التليفون وقع منه على السلالم في الدير جمعه تاني هو وولاد اخته، لكن التليفون ما كانش بيشتغل او بيفتح، يعني جمع التليفون لكن ما اشتغلش. فهو لما رجع حط عليه نقطة الزيت وقعد يصلي ويطلب من ابونا فلتاؤس ومن ربنا ان التليفون يشتغل. كان عنده ايمان وثقة ان هو هيشتغل، وفعلا بعد صلوات كتير جدا وطلبات بشفاعة ابونا فلتاؤس ضغط على مفتاح التشغيل بتاع التليفون، فكانت المفاجأة ان التليفون اشتغل تاني وبكل كفاءة، كأنه ما وقعش على الارض ولا اتفك ولا اتجمع تاني. لان في تليفونات لما بتقع وتتجمع تاني كأن في حاجة فيها حصلت غلط، لانه كان بيبقى مثلا ملزوق بطريقة معينة، فلما بيتفتح بتحصل فيه حاجة تبوظه يعني. في الوقت ده من فرحته نادى على زوجته وقعد حكالها اللي حصل. هي اندهشت جدا وكانت فرحانة، لكن في نفس الوقت مكسوفة من نفسها بسبب الكلام اللي هي قالته، وقعدت تمجد ربنا معاه وقالت له عجيب هو الله في قدسيه. يعني اتأكدت ان هي حتى لو الموضوع كان بسيط جدا وطلبنا شفاعة حد او كان عندنا ايمان ان الحاجة دي هتحصل، مفيش مستحيل عند ربنا. حتى لو كان الموضوع باين ان هو مستحيل او الموضوع صغير واحنا شايفينه تافه، لكن لما بنطلب بإيمان ربنا بيستجيب بصلوات القديسين اللي احنا بنطلب شفاعتهم وصلواتهم. وربنا ما بيستهنش ابدا بطلبات او صلوات اي حد يطلب شفاعته ويكون طالب بايمان. بركة صلوات وشفاعة ابونا القمص فلتاؤس السورياني تكون معانا امين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. يا ريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة يا ريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، وارجوكم اذكروني في صلواتكم. سلام.